السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنبدا ان احنا نتكلم ازاي ان احنا الترم التاني يكون افضل من الترم الاولاني. مهما كانت نتيجه الترم الاولاني، خلاص الف مبروك لكم كلكم. ايا كانت النتيجه نفرح بيها ونستمتع باللي باقي خلاص في الاجازه، هم كام يوم، ونبدا بقى نستعد للترم التاني. ازاي ان احنا نستغل الترم التاني كويس، مع ان هو ترم قصير بس نقدر ان احنا نحقق فيه نجاح اكتر من الترم الاولاني، لان احنا بنكون فهمنا الدنيا اكتر. حتى لو كنا مرحله جديده، لو كنا اللي هو حتى تالتة اعدادي مثلا، اللي هو داخلين على ترم تاني بس فهمنا الدنيا ماشيه ازاي، الامتحانات بتيجي ازاي، فالترم التاني بتكون فرصه كويسه ان احنا نعلي مجموعنا وان احنا نبدا من جديد. يعني فاهميني؟ سواء كنت اولى ثانوي فانت بتكون مثلا كنت لسه مش فاهم الدنيا في المواد، واول لسه اول سنه دراسيه ليك في الثانوي كده، فبتكون الدنيا في الترم الاول كانت ملخبطه شويه، لكن الترم التاني بتلاقي ان الدنيا بقت افضل شويه، بقى عندك خبره، بقى عندك ان انت الماده دي تقدر تلمها ازاي، تقدر تذاكرها ازاي. فاحنا الترم التاني زي ما قلت لكم فرصه كويسه جدا لاي حد عاوز ان هو يحسن مجموعه، او ان هو يبدا في بنشاط كده وحماس. هيكون الموضوع معاه باذن الله، يعني هيبقى بنتيجه باذن الله مرضيه ليه. فازاي ان احنا بقى نستعد للترم التاني ايا كان نتيجه الترم الاولاني؟ اول حاجه احنا ننسى نتيجه الترم الاولاني كده، وناخدها كحافز لينا مش كحاجه تزعلنا. يعني مثلا في ناس بتقول ايه، انا تعبت الترم الاولاني وما جبتش نتيجه، فهتعب ليه الترم التاني بقى؟ انا هسيبني من الموضوع ده، مش هذاكر خالص. لا، طب ما ليه ما اخدش ان انا مثلا، لا انا باذن الله هتعب اكتر وربنا هيكرمني، وباذن الله ربنا يعني ايه هيكافئني، وان انا هتعب مثلا وازود تعبي شويه وازود الاجتهاد شويه، فلاقي ان انا الترم التاني ربنا كافئني وجبت مجموع احسن وجبت المجموع اللي انا عايزاه. فانت ما تاخدش مثلا نتيجه الترم الاولاني كاحباط ليك وتقول لا، ده انا تعبت في الماده كذا وما جبتش فيها مجموع او ما جبتش فيها درجه كويسه، فانا مش هذاكر فيها الترم التاني. لا، ما ينفعش. انا كده بنزل لتحت مش بطلع لفوق. تمام؟ يبقى انا اول حاجه ايا كانت النتيجه ما تاثرش بيها سلبيا، انساها وخلاص. تاني حاجه ابدا ان انا اتخلص بقى من حاجات الترم الاولاني، ملخصات كتب مش عارفه ايه، وابدا كده ان انا اروق المكتب بتاعي واخليه كده مستعد ان انا يقابل الترم الجديد، زي ما انا كده عملت مثلا في المكتب بتاعي ترويقه بسيطه، والمكتب بتاعي يكون بسيط ومريح عشان اقدر ان انا اذاكر عليه. تالت حاجة ان انا ابدأ كده اشوف الادوات الدراسية اللي ناقصة عندي وابدأ ان انا اجيبها. الستيكي نوتس والحاجات البسيطة دي بتفرق معايا، ان انا مثلا كشكول جديد، قلم شكله حلو، ستيكي نوتس، هايلايتر، الحاجات دي. فبتكون حاجات بسيطة لو انا محتاجاها ابدأ اجيب كده كام حاجة بسيطة، بحيث ان انا اأهل نفسي نفسيا ان في ترم تاني، وان انا داخلة كده بحماس ونشاط. فاهميني؟ موضوع بقى الكتب، شوفوا انتوا بترتاحوا مثلا ان انتوا تجيبوا كتب كده، ولا ان انتوا خلاص تحملوها PDF. ايا كان الموضوع بالنسبه لكم انسب. المدرسين بتوعكم بيدوا كتب وانتوا خلاص لقيتوا ان انتوا ما بتستعملوش الكتب الخارجيه، استغنوا عن الكتب الخارجيه، عشان ما تجيش مثلا تعمل زي الترم اللي فات ويبقى مثلا عندك الكتب الخارجيه ما استعملتهاش. فحرام ان دلوقتي انتوا شايفين الاسعار، فانا ما اجيبش معايا الكتب، يبقى معايا الكتب الخارجيه ومعايا ملازم المستر، وفي الاخر لقيت نفسي ان انا ما ذاكرتش غير من حاجه واحده. فانت اهو على بناء تجربتك بتاعه الترم الاولاني، شوف انت انهي الكتاب اللي ارتحت له، هات كتاب واحد لكل ماده، بلاش تكتر. ولو امكن ان انت تذاكر من PDF على التاب او على التليفون يبقى احسن، او ان انت مثلا تروح تطبع من مطبعه الكتاب ده لو معاك مثلا PDF هيكون اوفر لك. فكلها كده حاجات بس بسيطه عشان نخفف على اهلنا الضغط. وكمان ما تنسوش بتوع اولى ثانوي ان انا باذن الله الترم الثاني في الفيزياء بتاع الناس بتوع اولى ثانوي هبدا اونلاين. الحجز يكون بالشهر او بالترم كامل بسعر حلو جدا. الحصص بتكون مسجله وفي متابعه دوريه وفي امتحانات كل اسبوع وامتحانات على الباب، والتيم معايا هيتابع معاكم وهيكون في حاجات حلوه باذن الله الترم الثاني. فالناس اللي عايز تحجز معانا للترم الثاني تلاقوا رقم كده على الواتساب، ابعتوا له هيقول لكم على كل التفاصيل لو عايزين تحجزوا. نكمل كلامنا. نحاول بقى ان احنا في الترم التاني احنا خلاص، يعني المدرسين بتوع الترم الاولاني شفناهم وعرفناهم. لو انا حاسس ان انا في مدرس مثلا ما كنتش يعني مرتاح معاه الترم الاولاني، وحاسس ان لا المدرس ده مش بيشد عليا، المدرس ده ما بيحلش كتير، مش عارفه ايه، في النقطه مش لطيفه يعني مش عجباني مش مرتاحه، يبقى ابدا ان انا من الترم التاني كده اشوف مدرس في الماده دي واكون مرتاحه معاه عشان ما اكررش غلطه الترم الاولاني. نقطة كمان ان انا الصحاب السلبيين اللي هو انا احس ان هم دول لا مش بيشجعوني، دايما يقعدوا يقولوا لا ده مواد الترم التاني اصعب، ده الناس بتقول كذا والناس بتقول كذا، وانت يا عم شفت مواد الترم التاني عشان تقول عليها كده؟ ما ينفعش. فالاصحاب اللي هي بتديك طاقة سلبية، بتفضل دايما تشكي ان هي ما بتذاكرش وان هي ما عملتش حاجة، ابعد عن الناس دي. حاول يعني
تبقى مع الناس اللي هي بتشجعك، بترفعك لفوق، بترفع مستواك سواء علميا ونفسيا، فاهميني؟ فالاصدقاء نحسن اختيار الاصدقاء، وهما بيكونوا كده واحد اتنين، مش شله كبيره ولا كده، بيكون الموضوع عشان ايه؟ ما يخرجش عن سياق ان احنا مثلا دراسه، اللي هو نكون ان احنا مجرد بنتقابل سوا بس، مثلا بنذاكر سوا، بنشجع يعني تكون مره كده كل شهر مثلا ان احنا بنشجع بعض على الدراسه ما بين الدروس، ان احنا بنذاكر مع بعض، فاهميني؟ لكن مش مثلا بننزل كل يوم حاسس ان احنا هنذاكر ونقعد بقى نرغي سوا، وده شوفي كذا عمل ايه وشوفي دي مش عارفه ايه. لا، اللي هو الكلام ده لا، مش هينفع. احنا الاصحاب وقت الدراسه بنكون ان هو بنشجع بعض على الدراسه، بنذاكر مع بعض، انتي تشرحي لي وانا اشرح لك، بنسمع لبعض، بنحل سوا، دي بتكون حاجات كويسه. فاكتر من كده لا، الموضوع مش هيكون لطيف. دي كده شويه نصايح عشان احنا نبدا الترم التاني ب يعني بحماس ونشاط، ونبدا ان احنا يعني نحقق فيه حاجات احسن من اللي حققناها الترم الاول باذن الله. كمان نقطه مهمه وهي التنظيم، وان انا اشوف ايه غلطاتي بتاعه الترم الاولاني. يعني انا مثلا كنت بذاكر غلط، حاسس ان انا في الماده دي كنت بذاكر غلط، طريقه مذاكرتي ما كانتش احسن حاجه، ابدا ان انا اعدلها. كنت ماشي يومي بطريقه عشوائيه، ما بنظمش اليوم بتاعي، بمشي اليوم كده بالبركه، اللي هو اقول كل حاجه فيها، يعني احنا عايزين بركه ربنا وكل حاجه، بس ما ينفعش ان انا امشي اليوم بعشوائيه، لازم كده اكون يعني استعين بالله كده اول ما اصحى، واقول ان انا النهارده باذن الله هخلص كذا وكذا وكذا، وما انامش اليوم ده غير لما اخلص الحاجات دي، عشان ما الاقيش ان اليوم عدى عليا وانا ما عملتش اي حاجه مفيده في يومي. اليوم بتاعي يكون متقسم ما بين دراسة، وان انا اعمل الحاجة اللي انا بحبها، سواء هواية او رياضة، او ان انا ساعة كده ارفه بيها عن نفسي، فاهميني؟ بس بلاش الترفيه يكون على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا الساعة ما بتبقاش فيها ساعة، بتاخد مثلا ساعتين 3 4، فبنلاقي ان الوقت بيضيع عليها بطريقة فظيعة، بالذات في الدراسة حرفيا، وبتحس ان انت كأنك اول مرة تشوف التليفون في الدراسة، وكأنه حاجة حلوة جدا، وكأنه ما كانش معاك في الاجازة. فيعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد على السوشيال ميديا فترة الدراسة، وكده كده الاجازة جاية، ونمسك التليفون براحتنا، نتفرج على اللي احنا عايزين نتفرج عليه يعني، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. فنستغل فترة الدراسة، عشان سواء بتوع تالتة اعدادي لو عايزين يدخلوا الحاجة اللي عايزين يدخلوها، ما يجوش يندموا لما يلاقوا مثلا مجموعهم قليل وما جابش الحاجة اللي هم عايزينها. فاحنا نحاول يعني نعمل كل حاجة نقدر عليها، عشان بإذن الله ربنا يوفقنا. زي ما قلت لكم، تحاولوا ان انتوا تنظموا وقتكم، تمشوا كده بتنظيم لليوم، تنظيم اسبوعي. افضل وقت الدراسة يكون ليها وقت محدد عن الهوايات والحاجات اللي بره، عشان ما الاقيش ان انا اليوم بتاعي ما بعملش فيه زي ما قلت لكم حاجات مفيدة. لو طبقنا كل الحاجات دي مع بعض، هلاقي ان انا باذن الله الترم التاني مفيش تراكمات، بذاكر اول باول. المدرسين انا معاهم الحمد لله مرتاحه معاهم، بنفذ كلام المدرسين بيقولوا لي عليه، واجباتي وكل حاجه معايا. بعمل كده مذكرات لنفسي، بعمل تلخيص لكل حاجه، هلاقي ان الدنيا ماشيه معايا من غير ضغط، من غير ان انا تيجي عليا الامتحانات احس ان انا لا مضغوط وبعيط ومتوتر، وفاهميني اللي هو الحاجات دي لا. فهتلاقي ان الدنيا الحمد لله باديه معاك، يعني بادئه معاك من الاول كويسه. والاهم من كل ده ان احنا نحافظ على الصلاه بتاعتنا والاذكار. الحاجات دي هتخلي كده في توفيق من عند ربنا وبركه في يومك باذن الله. فدي كلها حاجات مهمه مع بعض، يعني تكاد تكون بسيطه، بس لما بتتجمع مع بعض تبقى حاجات مهمه. بس دي نصيحتي ليكم باذن الله عشان تبداوا الترم التاني. وانتوا لو عندكم اي نصيحه لزمايلكم، سواء كنتوا اي صف، اكتبوا لهم في الكومنتات عشان نستفاد من خبرات بعض. والف مبروك ليكم كلكم ايا كانت النتيجه، واخرجوا خروجه بسيطه كده قبل ما الاجازه تخلص، عشان تدخلوا كده الدراسه بكل حماس باذن الله، ويكون ترم تاني سعيد علينا كلنا يا رب. يلا باي، اشوفكم في فيديو جديد.